اهلا وسهلا بحضراتكم، وعايز اتكلم على دعوه محمد بن همام لكابتن محمود الخطيب كاسطوره من اساطير الكره العربيه والافريقيه والمصريه لحضور مباراه كاس العالم بقطر. وده ابلغ واحسن رد على المنتفعين والمشككين اللي بيطلعوا لنا على القنوات اللي ما نعرفش اساميها ايه، ويشككوا في قدرات واسطوره كابتن محمود الخطيب، ويجيبوا اي لعيبه لعبت يومين او ثلاثه او سنه او سنتين في كره القدم، او جابوا جونين او ثلاثه في كره القدم ويساووهم بكابتن محمود الخطيب. يعني شفنا اخيرا كابتن حسام حسن طالع بيقول اصل بيساوي اهداف محمود الخطيب باهدافي. عايز اقول لكابتن حسام حسن كلمه واحده بس، الهدف من اهداف كابتن محمود الخطيب ب 30 هدف من اللي انت بتجيبهم. الاهداف اللي انت بتجيبها مالهاش لا طعم ولا لون ولا اي لمحه، هي مجرد حماسه ولياقه بدنيه، واللعيبه تفضي لك الجون وتبصي لك عشان تحط الكوره جوه الجول. لكن اتفرج على الاهداف بتاعت كابتن محمود الخطيب، كل هدف من ال 109 هدف ليه قصه وسيمه، وهدف ممتع وليه شكل ومعنى تاني خالص غير اللي احنا بنشوفهم معاك يا كابتن حسام. فما تساويش اهدافك باهداف كابتن محمود الخطيب، لان اهداف كابتن محمود الخطيب في حته تانيه خالص. النقطه الثانيه اللي عايز اتكلم عليها انشغال جماهير النادي الاهلي بالمدرب الجديد اللي جاي النادي الاهلي. انا عايز الجمهور الاهلي ما ينشغلش لا بالمدرب الجديد ولا باللعيبه الجديده اللي جايه النادي الاهلي، لان في سوء ارضيه ملعب النادي الاهلي دي اكيد سبب في اصابات النادي الاهلي المتكرره، ودي اهم شيء المفروض ان الجمهور يشغل نفسه بيها واداره النادي الاهلي تشغل نفسها بيها، لان ما شفناش اي لعيبه في اي انديه بتصاب نفس اصابات النادي الاهلي، واللي بتطول مع اللعيبه وبتحرمهم من موسم او موسمين في المشاركه. المفروض الاول نعالج ارضيه ملعب مختار التتش، حتى لو تعاقد مع مدرب عالمي والارضيه سيئه والاصابات هتعطل اللعيبه يبقى مفيش من الموضوع اي فايده. بالاضافه للتعاقد مع محمد رضا بوبو اللي عايز اتكلم عليه وتعاملات فيوتشر مع النادي الاهلي في الصفقه. انا بقول للنادي الاهلي انتبه لنقطه مهمه، لما تتعاقد مع لعيبه تعاقد معاه فلوس فقط لا غير، مش استبدال بلعيبه وعليها 15 مليون كمان عشان تجيب لاعب قصاد المبالغ دي واللعيبه دي كلها. دي فيها اهانه لعيبه النادي الاهلي واداره ناشئين النادي الاهلي واللعيبه اللي بتطلع من النادي الاهلي. انا بنبه النادي الاهلي للنقطه دي خصوصا لان مفيش لاعب في الدوري المصري ليه فروقات عاليه قوي عن اي لاعب تاني، كلهم شبه بعض الا اختلافات بسيطه وفروق بسيطه جدا. ما ادفعش انا 15 مليون وثلاث اربع لعيبه عشان اجيب قصادهم لعيب، دي بتاثر بالسلب على لعيبه النادي الاهلي اللي موجودين حاليا في النادي الاهلي، وهتخلي روح يعني غضب في وسط اللعيبه وزعزعه كده في الفرقه، زي ما حصل مع صلاح محسن قبل كده وجه واللعيبه مش هتتعاون معاه، وهو لعيب كويس ماشي، بس اللعيبه لو ما تعاونتش معاه مش هيظهر لعيب كويس. فلازم الاداره تكون بتحط ايدها على النقط دي، نقط مهمه جدا. وبالنسبه للمدرب، لو كان المدرب الماني ماركو روزا اللي بيقولوا عليه، فانا شايف ان المدرسه الالمانيه بتنجح مع النادي الاهلي نجاح كبير. الموضوع الاخير بقى اللي انا عايز اتكلم عليه هو موضوع رابطه الانديه وتعنتها مع الاهلي، وبتقول ان النادي الاهلي بيتعنت مع عبد الله السعيد في القرارات اللي بتاخدها. طب انت كنت فين يا رابطه الانديه لما نادي الزمالك كان بياخد قرارات ضد كهربا ونفذ القرارات ديت ضد كهربا؟ ما قلتيش الزمالك ليه بيتعنت؟ فعلا لا تستحق رابطه الانديه دي ان هي تكون رابطه انديه، لانها غير محايده وبتكيل بمعيارين، واحنا عارفين مين اللي بيحرك الناس دي كلها من ورا الستار، وهو شخص معروف كاره للنادي الاهلي، كاره لمحمود الخطيب، عايز يعمل اي وقوع للنادي الاهلي. بس انا بقول له اهلي النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب دول عمرهم ما هيقعوا، دول اساطير، اساطير مكتوب حروفها بذهب، يعني مش اساطير هشه. لا انت ولا غيرك ولا اي حد هيقدر يوقع النادي الاهلي او كابتن محمود الخطيب. واقول لجمهور النادي الاهلي خليك داعم وساند لفريقك، عشان فريقك فعلا فريق محترم، فريق اسطوره، وفريق مشرف مصر في افريقيا وفي كل المحافل. ادينا شفنا خروج مهين لمنتخب مصر الناشئين من المغرب، ومفيش اي نجاح لوزير الرياضه اللي موجود او منظومه الرياضه او اتحاد الكره اللي موجوده، لان هم بيحاولوا افشال النادي الاهلي. والنادي الاهلي لما بيفشل ولما بيقع ولما بيبقى مش في مستواه، مفيش اي منتخب في مصر هيكون في مستواه، لان في اهلي في منتخب مصر، مفيش اهلي مفيش منتخب مصر. شكرا والى اللقاء.